صباح الفل، صباح الجمال، صباح التفاؤل، صباح النشوة، صباح الناس الجديدة اللي دخلت عندي في القناة. بجد أنا اتشرفت من وجودكم عندي في القناة. النهاردة إن شاء الله هنعمل المحشي. مفيش حد ما بيعرفش يعمله، انتوا بتعملوه أحسن مني كمان 100 مرة. بس أنا هقول لكم على تجربتي وعلى اللي أنا عملته. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ. هنجيب بصلاية وهنشوحها وهنشوحها في الزيت، وهنحط عليها معلقة ملح على أساس إنها تنزل ميتها، وهنسيبها تتشوح وتتكرمل، مش هتتحرق، مجرد ان احنا هنكرملها. بعد ما نحس ان هي كرملت هنجيب صلصة الطماطم وهنحطها عليها، وهتسيبيها برضو تتشوح مع نفسها كده، والصلصة تطلع ميتها. بعد ما تبدأ تتشوح كده هنجيب البهارات بتاعتنا العادية: كزبرة، كمون، فلفل أسمر، وملح، ومعلقة سكر صغيرة، ومعلقة نعناع. النعناع هيدي طعم حلو، والسكر هيمنع الحموضة، وهيبقى برضو هيبقى كويس. ونسيبهم كلهم يتقلبوا برضو تاني، ونسيبها تتشوح تنزل المية بتاعتها. بعد ما تبدأ بقى الدمعة تتسبك، قبل ما نطفي عليها هنحط الخضرة. تفضل خضرة زي ما هي، وهتدي طعم وهتدي ريحة. على اما نحطها في الاول هتبقى دبلت وهتبقى دبلانة. وهنجيب نفس الخضرة اللي هو الشبت، بقدونس، كزبرة، ونحطها على الرز، ونشوحها كلها مع بعضيها. وبعد كده نحط الدمعة، وهنحط معلقتين زيت عليه عشان يبقى سهل معاكي في الحشو. النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل محشي مشكل، بتنجان وكوسه وفلفل. مش هياخد وقت معانا، هنحطه وهنبدا نحشي. خلصنا المحشي وحشيناه الحمد لله. عايزين نعمل شوربه عشان احنا ما عندناش شوربه. هنجيب بصلايه هنشوحها، وهنحط عليها فلفل اسمر وملح ومكعب مرقه، وهنقلبه كله على بعضه، ونسيب البصلايه تحمر. بعد ما تحمر، مش هتتحرق، مجرد ان هي تحمر، نحط عليها الصلصه، ونسيب الصلصه تدي سنه تسبيكه. وبعد كده هنحط عليها الميه ونسيبها تغلي. قبل ما نخلص المحشي ونحشيه هتكون دي اتسبكت وبقت بقت شوربه. نحط عليها ميه، وكده هتبقى اتسبكت. كده بقى عندنا شوربه واحنا ما عندناش لحمه. هنحط المحشي على البوتاجاز، نسيبه يشرب مع نفسه كده، ونروح حاطين عليه الشوربه اللي احنا عملناها. اللي على فكره يا بنات، المحشي البتنجان او الفلفل ما بنملهوش على الاخر، بنسيب مقدار عقله كده الحته دي فاضيه، لان الرز هيزيد وهيرتفع معاكي. لو مليتيه على الاخر كله هيبقى في القلب الحله. ما تملوش على الاخر، ولا فلفل ولا كوسه ولا اي حاجه. شايفين ما كنتش ماليه؟ شايفين اتملى ازاي؟ وبألف هنا وشفا. وقولوا لي بقى اللي وصل معايا لغايه هنا، قولوا لي ايه رايكم في طريقتي. يا رب تكون عجبتكم، ويا ريت اشتراك وفعلوا الجرس يوصلكم كل جديد.